السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي ان شاء الله مطبخ ام ناصر. واليوم جبت لكم مصاصات الكيك او لي بوب كيك اللي كيحماقوا عليهم الوليدات الصغار وكنحتاجوهم هكا نحضرهم لهم في اعياد الميلاد. وقبل ما ندوزو المقادير، الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بوصفات مطبخ ام ناصر. وما تنساوش تخليوا لي تعليق اسفل الفيديو وتضغطوا على زر اعجاب. وندوزو ان شاء الله للمقادير. هنايا المقادير ان شاء الله ديالنا غادي نحتاجو هنايا واحد جوج ديال الاوريو. هنايا عندي 250 غرام ديال الشوكولاط اسود، يمكن لكم تستعملوا حتى الابيض. وهاد العصيات ديال اللي غنحتاجهم كمصاصات الكيك. وعندي هنايا كيكه اللي انا كنت صايبتها من قبل وشاطوا لي يعني الطريفات هكا ديال الكيك كنجمعهم وتحتفظوا بهم مجمد. ويمكن لكم تسحقوهم بهذه الطريقه هذه وتستعملوهم. هنايا الفايتين انا ما غنستعملهاش، غير وريتكم يمكن لكم تستعملوا الفايتين. انا غنستعمل هاد الاشكال الاخرى لان الوليدات ديالي كيبغيو هاد التشكيلات هادو. وغنحتاج نيسلي اللي انا حضرته في البيت، دابا نزل لكم لا فيديو ديالو ان شاء الله. في هاد الاناء ان شاء الله غادي نوضع الكيك اللي سحقته، يمكن لكم تسحقوه غير بيديكم، انا سحقته في الروبو وضفت عليه نيسلي. وغنسحق ان شاء الله اوريو ونرجع لكم. هنايا بعد ما سحقت اوريو نضيف العناصر اللي عندي ونمزجهم ان شاء الله ونرجع لكم ان شاء الله. هنايا بعد ما مزجت العناصر ديالي غنديرهم على شكل كويرات بهذا الشكل هذا. يمكن لكم ديروا الحجم اللي بغيتو، ويستحسن يكون غير هذا الحجم هذا. ونستمر على هذه العمليه حتى نكمل الكويرات اللي عندي. هنايا غنحتاجو هاد العصيات، غادي نوضعوهم في الشوكولاط ان شاء الله ونوضعوهم في وسط الكريات، ما نضغطوش عليهم حتى الاسفل، غير من الفوق. ونستمر على هذه العمليه حتى كنكملهم كاملين ونضعهم في مجمد واحد نصف ساعه. انا هنا راه وضعتهم ديجا في مجمد. وغندوزو ان شاء الله التزيين. هنايا غندوز المصاصات ديالي في الشوكولا ونزول الفائض ونزوقهم بهذه الطريقه هذه. راه كيجيو رائعين ولذاذين شكلا ومذاقا. وكنوضعهم في هذا الكيسان هادو. يمكن لكم نتوما تستعملوا فرشيه الى عندكم، او هادو ديال اللي كنستعملوا فيهم البيض. ونستمر ان شاء الله على هذه العمليه، نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال المصاصات اللي حضرت لكم اليوم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتخليوا لي تعليقات اسفل الفيديو. الى اللقاء، الى حلقه مقبله ان شاء الله.